3 طرق أسهل من بعض وكمان أجمل من بعض هتقدري تقدمي بيهم البطاطا وكمان هتستغني عن الفرن. يعني من غير فرن ومن غير بهدلة خالص هتقدري تعملي بطاطا مكرملة والطعم تحفة، والشكل زي ما انت شايفة كده بيتكلم عن نفسه. بجد 3 طرق حلوين قوي وكمان سهلين جدا للناس بقى اللي نفسها تعمل بطاطا بس مش حابة فكرة الفرن. نسمي الله كده في الأول ونصلي على حبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. البطاطا بقى الأيام دي مالية السوق ما شاء الله اللهم بارك، يعني سعرها في المعقول خالص. هتجيبي البطاطا بتاعتك وهتغسليها كويس جدا تحت الحنفية بالفرشة بتاعة الخضار. أهم حاجة طبعًا إنِّك تغسليها كويس كده أكتر من كام مرّة لحد ما تبقى يعني نضيفة فُلّة كده معاكِ. هترفعي حلة على النار وهترصي البطاطا بتاعتِك فيها وما تقلقيش خالص، مجرد ما تستوي أو تدخل في التسوية البطاطا دي هترسى في أرضية الحلة، وهانزل عليهم بمعلقتين 2 كبار من السكر وحوالي كده ربع كوباية من المَيّة. أنا مش عاوزة مَيّة أكتر من كده، حوالي كده ربع كوباية من المَيّة هانزل بيها على البطاطا زي ما أنتِ شايفة كده. هاسيبها في الأول كده على نار عالية لحد ما البطاطا بتاعتي تغلي وابتدي إن أنا أشم ريحة البطاطا طلعت. هتبقى معايا بالمنظر ده. هاهدّي النار بقى على أهدى درجة حرارة موجودة عندي، وهاسيبها لحد ما تستوي، ومن الوقت للتاني كده هاقلّبها علشان تتكرمل من كل ناحية بالسُكّر. الطريقة التانية بقى من غير سُكّر خالص، هاجيب البطاطا بتاعتي وهانزل بأقل من ربع كوباية من المَيّة، وبرضه كده في الأول على نار عالية، وبعد كده هاهدّي النار، وبرضه هافضل أقلّبها من الوقت للتاني وهاسيبها لحد ما تستوي. اللهم بارك، أصلًا البطاطا يعني حاولي وأنتِ بتشتريها ما تنقّيش الحجم الكبير الأوي، يعني دي ما كمّلتش كده متهيأ لي ربع ساعة أو تِلت ساعة وكانت استوت معايا بالشكل ده كده. يعني حاولي وأنتِ بتنقّيها بلاش البطاطا اللي هي يكون حجمها كبير أوي، الحجم المتوسط ده جميل أوي. هاقلّبها بقى كده من الوقت للتاني عشان تتكرمل من كل ناحية، وأهم حاجة النار بتاعتِك تكون هادية، لإن في شعرة بسيطة أوي ما بين إن السكر يتكرمل والسكر يتحرق. أنا عاوزة السكر بتاعي يتكرمل والبطاطا كده تشرب منه، وكمان اللي من غير سكر خالص استوت وبقت بالشكل ده كده. مستهيأ لي يعني ما فيش لا أحلى ولا أروع من شكل ممكن تشوفيه البطاطا من غير فرن. من أحب الطرق لقلبي بصراحة هي البطاطا بالسكر المكرمل ده كده تحفة. هاطلّعها بقى بالشكل ده كده، وطبعًا عشان أرضي جميع الأطراف أنا عندي الولاد بتحبها بالطريقة دي. الطريقة دي ممكن تستغني عنها خالص. باجيب البطاطا كده وبافتحها وتحشيها حشوة كاسترد أو قشطة كدّابة. أنا بصراحة كان عندي حوالي كده 3 أو 4 معالق من الكاسترد باقيين عندي في التلاجة من امبارح، فقُلت أستخدمهم بالمرّة. هانزل بالحشوة بتاعتي كده في النُص وهادخّلها تحت الشواية، مش هتكمّل 5 دقايق بالضبط وهتطلع معاكِ. زي ما اتفقنا، حابة تستغني عن الخطوة دي تمام، بس متهيأ لي لمّا تشغّلي الفرن 5 دقايق بس أحسن ما تحطي البطاطا من الأول خالص وتاخد معاكِ وقت طويل جدًا. ما فيش أسهل من كده. والطريقة التالتة بقى اللي هي إحنا عملناها من غير إضافات سكر خالص، حابة تاكليها كده جميلة أوي. حابة بقى تقطّعيها كده وتكرملي شوية سكر مع معلقة من القرفة بتبقى تحفة. اللهم بارك. دي اللي هي متكرملة بالسكر تحفة، 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 تحفة يعني. 3 طرق أسهل من بعض تقدري تقدّمي بيهم البطاطا من غير ما تستخدمي الفرن، ولو استخدمتيه هتستخدميه بس 5 دقايق علشان تاخدي الطريقة دي اللي هي بندخّله تحت الشواية حوالي 5 دقايق الكاسترد أو القشطة الكدّابة بتاعتنا تاخد لون. مستنياكم بقى تجرّبوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وقبل أي حاجة ما تنسوش نصلّي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد، واشوفكم دايمًا في رعاية الله. يا رب الوصفة بتاعة النهارده تكون عجبتكم.